هو اتسرق فعلا تاني؟ اه اتسرق. اتسرق. النبي اتسرق. وخد قرض تاني، خد قرض تاني مع انه عارف، بس خد قرض تاني برضه. ليه بقى؟ هنرجع خطوة لورا ونكمل. الحقيقة ان هو بعد السرقة الأولانية ما حصلت، تمام، آه، أحواله في التدريس اتحسنت، اتظبط، بقت الدنيا لطيفة، تمام. وجاله بعد كده اوفر ان هو يسافر السعودية، تمام. كانوا هم عايزينه هناك عشان آه، يدخل في مسابقة بتاعت روبوتكس ومش عارف ايه وبتاع. الموضوع ده كان جاي على هواية يعني، عرفت ازاي؟ فقام رايح السعودية، تمام. بس ما خدش ولاده معاه. خدوا بالكم من النقطة دي برضو عشان هنتكلم فيها. فراح السعودية، قعد سنة، وخد أول، وبعد كده رجع، ما قدرش يكمل. الحقيقة هو ما قدرش يتأقلم على جو السعودية، بس كان في سبب أهم من ده كله: ولاده. وابنه الكبير بالذات اتأثر قوي قوي بسفريته، لدرجة إن ابنه كان ساعتها يمكن I think في جريد 4 مثلا. قال له أنت لو سافرت تاني أنا هسقط في أجازة نص السنة. هو ابتدى الموضوع بقى يشتغل في دماغه: هو أنا مسافر ليه؟ وعشان مين؟ طب أنا مسافر عشان الفلوس. الفلوس دي عشان مين؟ عشان الولاد. طب الولاد، ما هم مش حاسين بالنقطة دي. هم الولاد افتقدوا وجود الأب. قال لك أنا أبو السفر مش مسافر، ورجع. بس طبعا مش تفهموا بقى تدابير ربنا. السفرية دي كلها أصلا جت بس عشان هو يدخل ليجو ويتعلم، يدخل المسابقة دي ويتعلم، ويبقى عنده سي في الحتة دي يخليه يدخل أماكن ومدارس هو ما كانش يقدر يدخلها قبل ما يبقى معاه الموضوع ده. ربنا لسه معاه ولسه بيساعده. ربنا ما بيسيبش عبده أبدا عموما. ف آه، راح مدرسة تانية أكبر، تمام. وكان عايز يدخل أصلا من الأول عشان هم كان عندهم الوحيد اللي عندهم ليجو في الوقت ده، تمام. ودخل المدرسة دي، خلاص، والدنيا ظبطت. المهم، هنا بقى نرجع للسبب: هو ليه خد لون تاني؟ وهنا نقف عند حتة: الإنسان طمع. الإنسان طماع، قرر يغير الشقة. فمش عارف، أخو مراته كان عنده شقة فكان مشتريها وبتاع، فهو قال له أنا هشتريها منك وبتاع، هدفعها لك بعدين، ماشي. وكان مراته صاحبتها عاملة جمعية كبيرة، فقام دخل الجمعية دي وقال لك هاخد الفلوس وقام إيه أدفع إيه فلوس الشقة. يجي بقى اختبار ربك: هوب قامت الجمعية باظت. ماشي. طب صاحبنا يستحمل إن عليه دين؟ لا طبعا ما قدرش. ما قدرش عشان هو ما قدرش يستحمل، ولا ما قدرش عشان الشيطان دلدل؟ لا، هو الشيطان دلدل. الشيطان قاعد يقول له: طب بص، ما انت خد لون، واللون ده جاي تبع شغلك الجديد هيبقى فايدته قليله قوي. وبالمره بقى ايه نشتري العربيه في الزحمه عشان ايه, إيه تعرف ايه توسع دخلك زياده ومش عارف. فقد كان خد اللون وراح دفع فلوس الشقه، واشترى بالباقي العربيه، خلاص. مع ان هو برضه شو تعرف الشيطان بيلف ازاي. والانسان لما يبقى طماع بيطوع الامور عشان تمشي على هواه. يعني الشيخ فتاله انه اوكي عشان الشقه لو انت مضطر، مش عشان تروح تجيب عربيه جنب الشقه، تمام. هو اوريدي كان في عربيه في البيت، هو بس بيحدث بيستهبل يعني. ماشي.
إيه اللي اتسرق بقى؟ شقته الش اتسرقت. اتسرق بقى إيه، لابتوب ومش عارف سماعات وفلوسه ودهب مراته وفلوس كانت بتاعة جمعيات ومش عارف إيه و وفلوس جمعيات كبيرة، زي كان الناس ليها فلوس. عارفين الحرامي اللي دخل كده سرق كل حاجة خفيفة قام خدها مع بلاي ستيشن، كمبيوتر، لابتوب، مش عارف تك 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 أي حاجات خفيفة تنفع فلوس قام خدها. طبعًا هو اللي اكتشف السرقة، هو دخل الشقة لقى إيه، الشقة إيه، متفضية، فضحك. طبعًا هو أدرك، فِهم على طول. عرفت إزاي؟ إن ده عقاب ربنا. طبعًا مراته نفخته، قالت له: "أنا قُلت لك ربنا هيعاقبك، ربنا." طبعًا هو قعد يقاوح، "لأ مش عشان كده، لأ مش عارف إيه." بس طبعًا هو من جوّاه عرف. دي تاني مرّة يأكد له إنه فلوس القروض حرام. م يعني ما هو ما عندوش تفسير ديني، ماشي، بس هي دي مرّتين إنه في قروض لأ، بييجي من وراها نكد، يعني بعد القروض لازم ييجي وراها نكد. عدّينا المرحلة دي، تمام، وابتدت الدنيا تمشي تاني، ماشي، وابتدى بقى يسدد الفلوس بتاعة قرض الشقة، قرض العربية، الفلوس اللي اتسرقت. عرفت إزاي؟ لغاية ما قدر إيه، يعوّض الحاجات دي والدنيا تمشي. الترتيبات بتاعة ربنا اللي بتظهر في حياة البني آدم مهم أوي، أوي، أوي إن إحنا نقف عندها. مهم أوي تفهم إزاي ربنا بيمشّيك. أنت لو قعدت تراجع، أنت أي حد فينا قعد يراجع تاريخه، هيلاقي بُص إنه في كل مرّة يحصل موقف، الموقف ده يؤدّي إن أنت تتعلّم حاجة، والتعلُّم ده يخلّيك مستعد لخطوة تانية. ولو أنت ما أدركتش النقطة دي وما اتعلمتهاش وما اتعلمتش تبُص في ورقك كده وتقلِّب في دفاترك القديمة وتشوف الدروس المستفادة، ماشي، مش هتتعلم حاجة، وهتفضل تتعلم تاخد درس تاني في تالت زي ما حصل كده أهو. خد الدرس الأولاني اللون وعمل عبيط ما خدش باله وقال قال يعني مش واخد باله وعمل قال يعني خلاص كده قرر حرام، راح ربنا مدّي له على دماغه تاني. لازم تتعلم، وده يقول لك ما تقاوحش، ما تقاوحش، الرسالة وصلتك وفهمتها كمّل. ما تجيش طمع بقى والشيطان وما أعرفش إيه يخلّيك تغيّر مبادئك. لغاية ما راحت، كان في عزا مامة واحد صاحبه، تمام، فرايحين يدفنوها و وما اعرفش دخل يصلّي العصر، وبعد كده الجامع، وبعد كده قالوا لأ، ده إحنا هنروح نصلّي عليها في المغرب فين، في المقابر. المهم راحوا يصلّوا عليها ومش عارف إيه وبتاع، وهو رجع هو وصاحبه قام عمل حادثة بالعربية. خدوا بالكم بقى من حاجة، هو مش فاكر أي حاجة حصلت من بعد صلاة العصر، لا فاكر هو راح المقابر إمتى وإزاي، وبعد كده خد الطريق وهو مروّح إزاي، ولا فاكر الحادثة، ولا فاكر بعد الحادثة ب7 ساعات، 7 ساعات كاملة متواصل وهو مش فاكر إيه اللي حصل. وفي وبعد كده بقى جاله مراته وولاده المستشفى بيقول لك قعد بقى بتاع 5، 6 ساعات مثلًا يسألهم 4 أسئلة يعيد ويزيد فيهم، لدرجة إن أي حد في المستشفى يعدّي يجاوبه على نفس ال4 أسئلة. أيوه، أيوه أنت عملت حادثة، إيه اللي جابك عملت حادثة، مامتك عرفت، أيوه مامتك عرفت، مش عارف إيه. وهو طبعًا إيه، مش فاكر أي حاجة من الكلام ده. أي حد معدّي كان حافظ إجابات الأسئلة اللي هو عمّال يسألها بقى له بتاع 5 ساعات. بس هو لمّا صحي قعد يفكّر في نقطة مهمة أوي، وما فيش حاجة شغلت تفكيره بقى من كل اللي حصل ده، حاجة واحدة بس. طَب أنا أصلًا مش فاكر حصل إيه، يعني هو مش فاكر حصل إيه، طَب هو لو كان مات كانت هتفرق في إيه؟ شعور بالنسبة له هو يعني، هتفرق في إيه؟ ما هتفرق مع اللي حواليه ده أكيد، بس هو هتفرق في إيه؟
يعني إيه الفرق بين إن هو كان أُغمى عليه أو إن هو مش فاكر أو إن هو كان مات؟ ساعتها بقى الحياة صغرت في عينه أوي، 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 وافتكر لمّا ربنا بيقول إن الحياة لا تسوى عند الله جناح بعوضة، يعني الحياة أصغر أصلًا حتى من جناح الدبانة ده، وإن الدبانة دي لو أذتك أنت مش هتقدر أصلًا تشيل الأذى عن نفسك، يعني إحنا أضعف من كده، بس إحنا مش مدركين وبنقاوح، ويمكن هنا الدرس الأكبر من الحكاية دي كلها، يا جماعة الإنسان ضعيف، يا جماعة كل الهيلمان اللي إحنا فيه والخناقات اللي إحنا فيها ماشي، والدنيا اللي إحنا فيها دي كلها زينة، مظاهر وتفاخر وكذب، إحنا هنا في امتحان ماشي، الدنيا دي كلها في لحظة هتختفي، في لحظة هتلاقي نفسك مت، في لحظة هتلاقي نفسك عيد، في لحظة هتلقى نفسك نسيت، فقدت ذاكرة، مش عارف جالك زهايمر، جالك عاية بهدلك، مش عارف إيه، أيا كانت الأسباب، الحياة كيرف، تبتدي ضعيف تطلع عز قوتك، في عز قوتك هنا يبتدي عز غرورك ماشي، بعد كده هوب تبتدي تكتشف إن الغرور والصحة دي عمالة تتسحب منك تتسحب منك تتسحب منك لغاية ما تموت، ده إن كملت، لأن في ناس بتموت وهي في عز غرورها، وفي ناس بتموت قبل غرورها، يبقى بالتالي أنا لازم أبقى مستعد إن أنا هاقابل ربنا في أي وقت، دي نقطة. النقطة التانية أنت سألته هو أنت ليه ما استسلمتش؟ وهنا كان في درس لمصطفى محمود الفرق ما بين إن أنا أصبر، الصبر والتسليم أو الاستسلام والتسليم، في فرق بين إني أكون حصل لي مواقف كتيرة أوي فأنا استسلمت أو خلاص بطّلت وعمّال تقول إيه، ما هو أدرك من الأول إن هي الأمور ما بتمشيش غير اللي ربنا عايزه، إن أنا أقول والله لأ أنا مش هاقدر أعمل حاجة، ده ربنا لو عايز هي هتمشي، ده استسلام، ده مش من الدين في شيء أصلًا يعني، ماشي، أُمّال إيه اللي في الدين؟ التسليم، طَب يعني إيه التسليم؟ يعني إن أنا أعمل اللي عليَّ وأسلِّم بقضاء الله، أنا باشتغل وأتعب وأحاول أوصل للtarget بتاعي، بس أنا ما ليش دعوة بالنتيجة، النتيجة مش بتاعتي. المهم بقى هنا إيه، وأنت بتسعى لغاية ما توصل لهدفك، هتغلط، هتنسى أنت هنا في الدنيا بتعمل إيه، هل الدنيا هتغرك والّا هتفضل واقف على الطريق، لأ، أنا هاوصل للtarget بتاعي بالطريقة الصح والطريقة الحلال، ولو ما وصلتش عني ما وصلت، ماشي، أنا ربنا مش هيحاسبني على النتيجة، أنا ربنا هيحاسبني على الخطوات، على الsteps، إيه، الرحلة، ويمكن ده سبب برنامج قهوة وحكاية، الرحلة مش النتيجة، النتيجة مش بتاعتنا، الرحلة فيها إيه، الدروس اللي جوه الرحلة. الحتة الأخيرة، عارفين هو اكتشف إيه؟ أو أدرك إيه؟ هو ما اكتشفش هو أدرك إن في مرحلة بعد التسليم، يعني في صبر، إن أنا باصبر على الابتلاء، في تسليم ده معناه إن أنا صابر وباشتغل وما ليش دعوة بالنتيجة. إيه المرحلة التالتة؟ أنا هاعمل إيه عشان أقابل ربنا؟ هاعمل إيه؟ أنا ربنا حطّني في الأرض، ربنا حَط في الأرض البني آدم خليفة، يعني إيه؟ يعني المفروض إن هو يعمّر الأرض ويعمل الخير، إيه اللي أنت المفروض تضيفه للناس؟ أنت لازم تضيف للناس، وأنتِ لازم تضيفي للناس، ولازم تعلّموا الناس، والناس تستفيد منّك، واللي بعدك يستفيد منّك،
وتسيب أثر على الأرض، لما تموت يبقى ليك أثر. ده اللي اتعلمه، سيبوا أثر. لو ما اتعلمتش تسيب أثر انت مالكش لازمة في الدنيا. سيب أثر. الأثر مش فلوس، الأثر فكر، الأثر عقيدة، الأثر دين، الأثر أخلاق اللي ما بقتش موجودة. سيب أثر. يا رب تكون القصة دي عجبتكم بتاعت أخينا. المرة الجاية بقى عندنا قصة مختلفة خالص. المكسيكي، وهو فعلا مكسيكي. ودي قصة بتاعت شخص مختلف تماما عن الكالتشر بتاعتنا، بس الصراحة فيها دروس وعبر رهيبة، من واحد مكسيكي وعايش في أمريكا ودخل عصابات وبقى جانجستر ومش عارف إيه واتحبس مرة واتنين وتلاتة، لراجل معاه ماجستير ودكتوراه. أشوفكم المرة الجاية. باي.